إلى منتجع أطليون السياحية المطل على بحيرة مارتشيكا بالناظور، إحدى أكبر بحيرات المتوسط، كانت وجهة هؤلاء التلاميذ المغاربة المقيمين بالديار الألمانية في زيارة استكشاف وتواصل للوطن الأم قادتهم بعد مدن الرباط، البيضاء، القنيطرة، الحسيمة إلى مدينة الناظور. زرنا مدينة الناظور مسقط رأس آبائنا، زيارة كانت فرصة للتواصل مع أبناء المنطقة الذين أكرموا وفادتنا في هذه المدينة المتميزة بمناخها الهادئ والجميل. قمنا باستغلال عطلة الربيع لزيارة المملكة رفقة أطر الجمعية المنظمة. زيارة موقع أطلوين المتميز نالت إعجابي كثيرا. الطبيعة اشكال تصبحت باش يتعرفوا يحبوا الوطن، يحبوا الملك ديالهم، لان حتى الملك ديالنا سيدنا عطانا واحد الاهم لهذه الجاليه باش نساعدهم باش يرجعوا للبلاد ديالهم، لان الجيل الاول والجيل الثاني بحال حنا الحمد لله دابا، ولكن هما دابا مع الجيل الثالث الرابع راه باش ما ينساوش البلاد ديالهم. هم 30 تلميذا من أبناء الجيل الثالث والرابع جاءوا يمتطون صهوة حب الوطن للتعرف على تاريخ المملكة وموروثها الثقافي والسياحي، فرغم أن جلهم أبصر النور بديار الغربة إلا أن قلوبهم دائما تهفو إلى مسقط رأس الآباء. نربطوا جسر التواصل بين أبناء الجالية، خصوصا أبناء الجيل الثالث والرابع بالوطن ديالهم، بالوطن الأم، ثم نعرفوهم أكثر بالثقافة ديالهم، نقربوهم أكثر بالتاريخ ديالهم وبالموروث الثقافي والسياحي ديالهم. وهذه داخله في واحد التعريف بالمنطقه وبالمشروع، واللي انا لاحظتوا انهم هذه اول مره يمكن اللي تيجيو ويشوفوا هذا المشروع بهذا الحجم في هذه المنطقه. وصل الرحم والإبقاء على جسر الانتماء إلى المملكة موصولا بأفئدة الأجيال الجديدة من مغاربة العالم هو إذن هدف هذه الزيارة التي نظمتها الجمعية الإسلامية للشباب والخدمات الاجتماعية بدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.